بيقولوا إنه أجمل ما في مصر شعبها، في حين في بعض الناس بتؤكد إنه أسوأ ما في مصر شعبها. يعني إذا كان هيرودوت قال إنه مصر هبة المصريين، مصر هبة النيل، أنا بقول إن مصر هبة المصريين. الحقيقة إن الشعب المصري شعب جميل لكنه سليط اللسان ومتحامق وماجن، وكمان أصابته بعض السمات المستحدثة اللي أثرت في شخصيته. وعشان كده لازم نعترف بأننا في حاجة حقيقية إلى أننا نركز على ملامح الشخصية المصرية، نعرف إيه إيجابياتها ونعرف إيه سلبياتها. الإيجابيات نبروزها ونقطرها ونركز عليها وننميها ونزكيها، بينما السلبيات نحاول قدر الإمكان إن إحنا ننحيها. الباحثين والكتاب والمفكرين قتلوا الموضوع ده بحثا، وعلى اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم قالوا فيه كلام كتير جدا على أساس إن احنا ونبهوا على أساس إن احنا ننتبه، وقالوها لنا 100,000 مرة. لابد أن نلتفت لما يصيب الشخصية المصرية من سلبيات وما يشوبها من يعني عيوب كلها في أو تغير في كلها أو تحولات كلها في اتجاه السلب. فلازم نعرف أولا لأنها الاختلافات دي استشرفوا المستقبل، قالوا إنها هتأثر بشكل كبير على السلم الاجتماعي في المجتمع المصري. التحول ده مش مسألة إن كمان الحراك الاجتماعي السريع ده أثر بشكل كبير على حياتنا. كمان المؤثرات الخارجية اللي بتأدي اللي جات لنا نتيجة الانفتاح الاقتصادي والانفتاح الإعلامي والانفتاح الفضائي، كل دي أثرت بشكل أو بآخر على زلزلت ثوابت الشعب المصري ونزعت عنه الكثير من أصالته. وإن احنا لابد بصراحة، يعني هنشوف أبسط مثال، سكان الحواري اتأثروا. فين الجدعنة وفين الشهامة وفين السلوك ده حد أدنى. طب وفي حد أقصى هنلاقي سكان القصور بكل التقاليد الأرستقراطية تكاد تكون شخصيتهم اتمحت تماما وتدنى واكتسبوا قدر كبير من السوقية. هنلاقي مثلا حتى الطبقة المتوسطة حامية القيم اتزعزعت ثوابتها من غير ما نغرز يعني سمات تفضلها أو حاجة تعادلها. فالحقيقة أنا مش أنا بس، طبعا الأستاذ جلال أمين وعمل ماذا حدث المصريين، وأنا عملت تحولات الشخصية المصرية. كل الكتابات دي ركزت على النقطة دي بشكل، ولفتوا كمان إلى أن التدين المصري الوسطي المعتدل بدأ يصاب في مقتل، وأنه اتخذ منحى يعني شخصي مش سلوكي. وان التدين كمان ارتبط عندنا دلوقتي بالعنف في القول وفي الفعل، واي حد يخالف المتدينين في ارائهم فجأة تلاقيهم يتعصبوا ويتصرفوا بعنف شديد ولافت للنظر. عشان كده رغم ان الدراسات المستقبلية دي اكدت ان لابد من التخطيط على في كل المجتمعات اللي تقدمت، حتى المجتمعات اللي دخلت في مرحلة الرفاهية وما بعد الرفاهية، كل المجتمعات دي لابد انها تكرس قيمة العلم والعمل وإعادة ترتيب السلم القيمي مرة تانية عشان تعود إلينا شخصيتنا المستقيمة ويعتدل الميزان كما كان. الغريب كمان انه في حالتنا احنا في مصر دخلنا الحقيقة عصر يعني لم نكن له، او بدأنا دخول عصر الاتصال الفضائي دون ان نكون مؤهلين لهذا العصر، لا علميا ولا ثقافيا ولا حتى من حيث البنية الأساسية، لكن دخلناه دون أن نكون مشاركين حتى في صنعه. احنا مستهلكين للتكنولوجيا لكننا لم نساهم في هذه الطفرة التقدمية. دخلناه مجرد مستخدمين واستخدمناه عكس ما كان يعني مفترض نستخدمه في اللهو وفي تشويه الأمور وفي السباب وتبادل التنابز يعني بالألقاب. دخلنا على صفحات التواصل الاجتماعي بكم مهول من البذاءة والألفاظ النابية، ويمكن مش أنا بس اللي ملاحظة كده، كل الناس، والإيحاءات الفجة يعني ما فيش حتى تفريق بين بنت وولد، بقت خلاص البذاءة أمر يعني ممارس بشكل يومي وكأنه كامن في شخصيتنا، وتفاقم وتسرطن كمان، يعني كنتاج لما يدعيه البعض ان دي حرية رأي، ان انا اقول اللي انا عايزاه وكل واحد حر
والكلام ده. طبعا ده إلى حد كبير بالطريقة دي وصلنا إلى إننا نهدم كل مقدس ونسخر من كل شيء وأي شيء، ونتبادل العنف اللفظي دون وازع من أخلاق أو من دين بشكل واضح، حتى مش بس على مستوى الواقعي، ده على المستوى الواقعي وعلى المستوى الافتراضي حتى في الفضائيات. أصبح كل ما يدور في غرف الدردشة ولا في الشات ولا في أي وسيلة من الوسائل دي، الحقيقة حتى بقى في العلن في الفيسبوك والانستجرام في تبادل الألفاظ بلغة صراحة تعتبر لغة حواري مش لغة راقية يعني. بعد الباحثين ما أشاروا إلى في البداية للعنف اللفظي والعنف الفعلي داخل الأسرة الواحدة، امتد إنه يمارس ما بين الجيران وبين الأهل وبين الأصدقاء وفي أماكن العمل وفي المواصلات العامة. أنا كان ليا شرف إن أنا عملت في نهاية الميلينيوم، يعني في الميلينيوم الحقبة اللي هي ما بين القرن الفائت والقرن بداية الألفينات، خدت 3 شهور من صفحات الحوادث وحللت 3 صفحات الحوادث على مدى 3 شهور. فلقيت الحقيقة إنه في جرائم بقى شكلها غريب جدا تتميز بعنف الشديد. لاحظت كمان إنه في مهن كان المفروض اسمها ما يجيش في صفحة الحوادث بالمرة بقت موجودة، في محافظات كانت معروفة بهدوءها وبإنها ما فيش لمسة العنف دي فيها بدأت. ونبهت، شوف من سنة 2000 وأنا قلت يا جماعة الخير انتبهوا أيها السادة، نحن مقدمون على شيء سلبي. ما حدش الحقيقة دايما بيبصوا لأساتذة الجامعة والباحثين والكتاب على إنهم ناس عايشة في بروج عاجية وبتقول أي كلام، يعني إحنا مالناش دعوة باللي هم بيقولوه وما بننفذوش ولا توصية من التوصيات دي. يا جماعة إحنا كان ممكن نتقدم جدا لو إن حتى دراسات العليا والماجستيرات والدكتورات اللي محطوطة على الرفوف لو كان بناخد بتوصية واحدة من كل رسالة كان زمان مجتمعنا اتغير جدا. في العالم كله كتاب غير العالم، احنا عندنا كتب بتتحط على الرفوف وطبعا في ظل عدم القراءة ما فيش الكلام ده أثر علينا ليه؟ لأن أنا لاحظت إنه في تلاشى احترام الوالدين، تلاشى تبجيل المعلمين، الطاعة والخضوع للرؤساء أيا كان رؤساء عمل ولا أيا كان حتى الرئاسة والقيادة. يمكن مع ثورة يناير بالذات لاحظت إنه بدأ التطاول على فكرة الرئيس، فبدأوا برضو يتكلموا عنه وكأن ماسورة من البذاءة انفجرت في وشنا في السنوات الأخيرة وعمالة تجري من قاع المجتمع وبتلقي علينا بقذوراتها عبر العالم الافتراضي الوهمي ده اللي كل واحد فيه بيتصرف على كيفه. كل الطبقات كل الفئات من كل حد وصوب الكل بدأ ما فيش مراعاة للالتزام بمفردات خاصة بأداب الحوار ولا كل الطبقة. أنا من أي طبقة عشان أتكلم بالطريقة دي اعتبروها روشنة بقى واعتبروها لذاذة وقلش وكلام من هذا القبيل. فالحقيقة أن العامية المصرية كمان في جمالياتها الحريفة بتندرج لغة الشارع حاجة ولغة الصالون حاجة ولغة الطبقة المتوسطة المحافظة والتقاليد والقيم دي لها أمر مختلف. اختلط الحابل بالنابل على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل فج وجمعتهم مفردات متدنية بدأت من أول الأمر كنوع من التفكك والدعابة، وبدأت بعد كده تصل إلى العبارات النابية والألفاظ البذيئة. وما نستغربش ترامب نفسه بيقول ألفاظ بذيئة على الهوا والناس بتتناقل مقولاته العجيبة دي وألفاظه الغريبة اللي بيقولها، واحنا برضو بننقل من بعض وبنتبناها التعليقات دي ونكررها. إذا الأمر جعل بعض الكتاب والإعلاميين يلوموا على وسائل التواصل الاجتماعي إن هي السبب ولما نشاهده من بذاءة، لكن حقيقة الأمر هي مش دي مجرد وسائل أنت بتنقل عليها إيه. يعني الوسيلة ملهاش علاقة، الأسلوب هو المشكلة. كان ممكن ننقل من خلالها رسالات محبة بتعمق التواصل بيننا، كان ممكن جدا نتبادل عليها الخبرات والمعلومات ونستفيد ونفيد ونستفيد. أصبحت دلوقتي بقت تنقل أخبار يعني ممكن في مجال السبق، لكن اللي حصل إيه بقت تشائعات وتسريبات ووسيلة تبادل، يعني بدأت بدل ما تبقى وسيلة لتبادل الآراء وتحديد اتجاهات الرأي العام وتوجيه الرأي العام ليه بقينا يعني كأننا في صحافة شعبية إلكترونية زي الصحافة الصفراء كده بتسحب البساط. طبعا الصحافة الإلكترونية سحبت البساط من الصحافة الورقية إلى حد كبير.
المواقع الإخبارية هي اللي بقت السائدة، ومع ذلك بنلاقي حتى بقت صحافة المواطن اللي هو كل واحد في إيده موبايل يقدر يصور ويبعت ويقول، وكلام صح بقى كلام غلط أيا كان. رغم إن في بحوث اتعملت في الجامعات ماجستير ودكتوراه عن الإشباعات والاستخدامات وإزاي ننميها وإزاي نوجهها الاتجاه الصحيح، بالذات بالنسبة للجيل الجديد، علشان ما يبقاش دايما في اتجاهات سلبية وتبادل سباب وما إلى ذلك. وطبعا دلوقتي كلنا ملاحظين كمان على المستوى العربي بقى تبادل السباب بين الأقوام العربية من دولة لدولة. الحقيقة لابد من الاعتراف بأن اللي حدث ده مش أمر بسيط، وحتى لو كانت البذاءة هي آفة مصرية قديمة بتخفت أحيانا حدتها وتطفو أحيانا على السطح في مراحل الانحطاط الثقافي، لكنها كانت رنة سخرية لاذعة ونكت حريفة وقبيحة أحيانا، لكنها كانت في حدود المعقول. كانت كمان بتعبر عن مجرد رأي الشخص واحد. لكن دلوقتي الدراسات كلها اللي اتعملت على الشخصية المصرية أكدت على إن السمات الجميلة بتنحسر ومزاجنا الحريف في السخرية والقبح هو السائد. والحقيقة إنه يعني هيرودوت رصد حاجة ظريفة جدا، عادة فرعونية قديمة. كان في عيد معرفش كانوا بيسموه عيد الإخصاب، وكانوا بيمشوا في الشوارع شايلين تمثال كبير عضو الذكورة فيه بحجمه، ويتبادلوا الأنخاب ويتبادلوا النكات البذيئة. فهو رصد إن مسألة السخرية دي ومسألة البذاءة دي أمر قديم، لكن الحقيقة إحنا دلوقتي بنزكيه ونؤكله بشكل كبير. البذاءة بعد ما كانت أسلوب إهانة واستهانة عند الخلاف بدأت رنتها تعلى قوي في الأزقة والحواري، وبدأت يعني ما حدش بيستنكفها من المصريين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى بدأوا برضو يدخلوا فيها. وحتى الأديان اللي بتدعو للتسامح والمحبة والإحسان ومقابلة الإساءة بالإحسان، الحقيقة ما هذبتش سلوك المصريين، بل تبدل الحال بقى التدين مدعاة للتعالي على الآخرين وسبهم وتحقيرهم وتكفيرهم، ووصل الأمر إلى حتى القتل، إنه نقتلهم. وحدثت فرقة بين المصريين، فنقلوا أقزع السباب إلى ساحات التواصل الاجتماعي وحولوها من لغة حوار إلى لغة حواري. الكلام ده مش كاتباه النهاردة، مكتوب من سنين في كتاب شهادة على العصر عزيز.